اضافه ان هو يعني اعرج ملهاش علاقه يعني، فمش عارف ليه هم جايبينه اعرج يعني وكده، مش هيضحكنا قصه ان هو اعرج. ما عجبنيش اللي هو الاداء اللي هو بتاع اللي اسمه كابوزيا، اللي هو بقى جايبه بقى الكابتن اسمه بقى ريجاتا ده كمدير كوره عشان يعنف اللعيبه وكده ويخوفهم بطريقه شعبيه جدا، وواحد لوكال قوي بلطجي، والاسلوب ده اللي احنا بنقراه بتاع الميكروباصات. ما عجبنيش اداء كابوزيا ده. ككوميدي بيقول كلامه متركب على بعضه افات، بيضحك، بس اسلوبه اجلي جدا، اجلي شعبي جدا. يعني بيخلي الواحد يشمئز من الناس اللي بيشوفهم بيعتبر في الشارع اللي هم البلطجيه. ما عجبنيش. بلس كمان البنت اللي ظهرت لاحمد فهمي في الحلقه الرابعه، اللي هي خبطت على باب الشقه وقالت له انا بنتك، جميل. ما جابليش الباك جراوند بتاعها قبل كده يعني، هو بس الام اتصلت بيه قالت له انا بعمل تشيك اب في امريكا، والبنت عندك لحد ما اجي. وخلاص على كده. البنت لطيفه اسمها نور عسوله جدا، قعدت معاه لحد الحلقه التاسعه. الام جت بتقول له انا عايزه البنت. وخد بالكم هي دي يعني علاقه غير شرعيه. الحاجه الغريبه بقى يعني، حتى بعد ما المسلسل ما خلص البنت بنته قاعده معاه، وهي يعتبر يعني احمد فهمي ما اتجوزش الام اللي هي عشان حتى يبقى النسب شرعي البنت تبقى بنت بنت حلال زي ما بيقولوا يعني. ده ما حصلش خالص. وعماله تتكلم معاه في دعوه نفقه، وهطلب منك مصاريف، هات البنت وانا عايزاها. حتى كانت المشهد بتاعها في الحلقه التاسعه لابسه لبس اقسم بالله ما يتلبس في قميص في اوضه نوم. قط خالص، والبريست ظاهر جدا، وحاجه غريبه جدا. حتى اكيد المشاهد ما ركزش مع اللي هي بتقوله اكتر ما بص لجسمها. فانا مستغرب جدا من المخرج اللي هو الاستاذ كريم سعد من هذا المشهد. اضافه كمان ان هو ما اتجوزش ام البنت عشان البنت تبقى يعني علاقه شرعيه، عشان البنت يكتب لها شهاده ميلاد وهكذا. فانا ما شفتهاش وهي عايشه معاه البنت الأسولة ومن علاقه غير شرعيه. طب ده ازاي؟ ده احترموا عقليتنا يعني. اضافه كمان الحاجه الديفو برضو اللي انا لقيتها برضو في المسلسل، حته ان هم كانوا عايزين يقنعوا احمد فهمي ان هو ابن النادي فلازم تتحدى الظروف والكلام اللي هو متعارف عليه ده. فما دخلوا وودوه مول وقابلوه في مول، وكل الناس اللي في المول سبحان الله عملوا له ايه؟ التحدي. اللي بيبيع له اي حاجه يكتب له ورقه على المحل مش عارف ايه. تحدى نفسك. الاصرار، الامل، عشان هو يحط الفكره في دماغه. فيا جماعه يعني هل يعقل ان احنا رحنا للمول وظبطنا مع كل الناس البايعين في المول؟ سبحان الله. فيعني في حاجات مش لوجيك في المسلسل. اضافه كمان المسلسل كوميدي وكل حاجه، بس مش كوميدي واو زي الناس ما بتشكر فيه قوي يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.